تعالوا نرد على الفيديو الشورتس المثير للجدل اللي جاب 3.5 مليون مشاهدة. طيب نقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا فاكرين الفيديو ده، أنا كنت منزلاه شورتس عن المزدلفة، وطبعا هو الفيديو جاب 3.5 مليون مشاهدة، وقلت فيه من ضجيج التلبية إلى سكون مهيب. كومنتات بعدها انقسمت 3 فرق، فريق دخل يقول حرام عليكم الزبالة اللي في الأرض، وفريق تاني دخل بقلب يكتب يا رب اكتبها لي نفسي أروح مزدلفة أو ليلة واحدة، وفريق تالت زعل من كلمة ضجيج وقال التلبية مش ضجيج. ودي أول حاجة لازم نوضحها، اللي هي كلمة ضجيج. تعالى بقى نرد على كل التعليقات وتعالى نشوف هنقول ايه. طيب نوضح بقى كلمة ضجيج. كلمة ضجيج في اللغة العربية يا جماعة، عشان الناس اللي زعلت مني، معناها تداخل الأصوات وارتفاعها، مش معناها إزعاج ولا تقليل من قدر التلبية، حاشا لله. ده ربنا قال في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، هو ذكر الله بيكون بتلبية ودعاء وصوت عالي. تخيلوا بقى 2 مليون بني آدم في مكان بيقولوا لبيك اللهم لبيك في نفس واحد، أكيد الصوت هيكون مهيب وعالي ومتداخل، وده المقصود بالضجيج هنا. زي ما بتقول كده مثلا ضجيج البحر، صوت الموج عالي، مش إن البحر وحش، فإن بعتذر لو اللفظ اتفهم غلط. والله إيه يعني، إيه يعلم بنيتي، يعني ربنا يعلم بنيتي والله يا جماعة. آه إن أنا كان قصدي وصف يعني إيه عظمة المشهد وهيبته. طيب نيجي بقى لرد على الجزئية التانية من التعليقات اللي زعلت من موضوع النظافة. طبعا عندكم حق، المنظر يعني كان بيضايق أي حد، بس خلينا نفهم اللي بيحصل أكتر. دلوقتي دول أكتر من 2 مليون حاج بيتحركوا من عرفة لمزدلفة في كام ساعة بس، كلهم مرهقين بعد يوم متعب وطويل جدا في شمس وحر. مطلوب منهم إن هم يباتوا للفجر وبعدين يتحركوا على منى عشان رمي الجمرات العقبة، فالوقت مضغوط جدا والزحام شديد. ملايين دي بتاكل وبتشرب في نفس المكان وفي نفس الوقت. طبعا عمال النظافة مهما كان عددهم مستحيل يلحقوا على 2 مليون واحد مرة واحدة، فاهميني؟ ده غير ان معظم الناس اول ما الفجر يأذن بتقوم تجري عشان تلحق ترمي الجمرة، او ترمي الجمرات قبل الشمس والزحمة. فكتير بينسى حاجته أو ما بيلحقش يدور على باسكت، وده مش تبرير للغلط والله، ده شرح للواقع. علشان نحل المشكلة لازم نوعي بعض ونبدأ بنفسنا. اللي يقدر يشيل كيس معاه ويجمع فيه حاجته تمام وياخدها معاه، بس المشكلة بقى يعني هو لما ياخدها مثلا كيس الزبالة معاه هيوديه فين؟ الأتوبيس؟ يعني بصوا، مش عارفة هي الحكاية كده مع بعضها فين أو ممكن طب فين مكان الباسكت بتاع مثلا الزبالة اللي هرميه فيه، فاهمني؟ ففي حد دخل يعني الله يكرمه في التعليقات قال يا جماعة في عمال نظافة بتيجي بتنظف وبتخلي الدنيا زي الفل، وأنا شفت فيديو زي ده لو لقيتها بجيبه لكم. المكان رجع زي الفل تاني، بس لو انتوا بتقولوا الحاج ياخد بتاع اكياس الزبالة معاه، هياخدها فين؟ هياخدها معاه مثلا منى؟ هياخدها مع الأتوبيس؟ ما هو برضو لما جينا نتكلم على أرض الواقع الموضوع برضو صعب، ولا أنا غلطانة؟ طيب احنا قلنا نوعي الناس تمام، واللي يجمع اللي يقدر عليه، لو لقى جنبه مثلا صندوق زبالة أو حاجة يرمي، إنما مش طبيعي إن هو يمشي بيه كام كيلو عشان يوصل مثلا لمنى. هو لو عمل كده هو بيبقى خلاص كسب ثواب النظافة وثواب إعانة الحجاج، والحج مشقة، وانتوا عارفين ربنا بيأجرنا على كل تعب. تمام، طيب احنا شفناه أو كل مشقة. طيب نيجي بقى للجزئية التالتة، ودي بقى الناس الجميلة حبايب قلبي اللي دخلوا كتبوا يا رب اكتبها لي، ودمعت عينيهم وهي بتتفرجوا نفسهم يحجوا. عايزة أقول لكم إن الشوق اللي في قلبكم ده عبادة لوحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فوالله نيتك الصادقة دي ممكن تكتب لك عند ربنا حجة كاملة من مبدأ المزدلفة لكل حاجة.
طبعًا إحنا عارفين إن المبيت في المنزل واجب عند جمهور العلماء من بعد نُص الليل للفجر، واللي بيسيبه طبعًا عليه فدية، بس الستات والأطفال يعني ربنا ساب لهم رخصة. طيب بعد نُص الليل الناس عشان الزحمة في ناس اللي ممكن إيه، تمشي، فالدين يسر مش عُسر، ولو حد ما قدرش يروح مزدلفة أصلًا لعُذر قهري، فأعتقد والله أعلم أنا مش هافتي، بس ممكن يكون حِجّه صحيح وعليه فدية. إنما أنت طول ما أنت صادق في دعائك ربنا قادر يكتب لك حِجّة. الخلاصة يا جماعة في موضوع المزدلفة ده، كومنتات كانت كتير جدًا، رديت على كتير بس والله العظيم زي ما أنتم شايفين أكتر يعني مش عارفة 1000 وكام تعليق، كتير جدًا، أنا مش فاكرة الرقم أنا أنا هاحط لكم صورة في أول الفيديو فيها كل حاجة. آآ المزدلفة طبعًا بتعلمنا طبعًا هاقول لكم على حاجة. المزدلفة بتعلمنا التجرد لله، كلنا زي بعض، ما فيش لا غني ولا فقير، كله بيذكر ربنا في مكان واحد في وقت واحد، فبدل ما نتخانق في الكومنتات تعالوا ندعي ربنا إن ربنا ييسرها لنا يا رب العالمين جميعًا يا رب، اللي معاه واللي معاهوش كلنا. و ورد عن النبي في المزدلفة اللهم كما أوقفتنا الدعاء ده جميل، اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. اللي زعلان من الزبالة حقك عليا أنا واللي معاك طبعا وده دورنا نوعي الناس. واللي نفسه يحج ويبات هناك في مزدلفة ادعي ربنا من قلبك. ولو الفيديو ده وضّح لك الصورة، اعمل لايك بقى وشير عشان يوصل لحد تاني متلخبط، واللي لسه عنده سؤال عن مزدلفة أو حاجة يكتب في الكومنتات، وأوعدكم هاجاوب عليكم طبعًا في فيديوهات جاية. كل اللي أنا عايزة أقوله أنا باحبكم جدًا، تعليقاتكم ديّة والله بتفرحني مهما كانت. عايزين دايمًا نقول كريم رسول الله والله أكرم، فهل فقير بين الأكرمين يحرم؟ دعاء بيمس القلب، دعاء إن شاء الله لو قُلته بيقين هتروح بيت الله الحرام ومسجد رسولنا الكريم، هتعمل عُمرة وهتعمل حِج من حيث لا تدري ولا تعلم. آآ كثّفي الدعاء، خلّي قلبكم دايمًا متعلّق بمكة والمدينة، والله العظيم والمشتاق اللي مش راح اللي ما راحش عمره، لأ اللي مشتاق اللي راح ونفسه يروح تاني، لإنه وهو راجع بيسيب قلبه هناك. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش في دعائكم. آآ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في فيديوهات جاية كتير في كل ما يخص العُمرة والحِج من قناة مملكة ميمة أو قولوا لي ماما ميمة زي ما ناس كتير بتقول لي. وأشوفكم على خير يا رب دايمًا، مستنية تعليقاتكم، مستنية لو في لو في بقى حاجة رابعة غير ال3 اللي إحنا قُلناهم، ويالّا سلام، أشوفكم بخير.